السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الباشمهندس أحمد حسن. ده هيكون أول فيديو عن برنامج السيسكو باكيت تريسر. تمام. طيب، أول حاجة بنعرفها في الشبكات هو يعني إيه شبكة. حلو، واتفقنا والله إن شبكة معناها إن تو ديفايسز أو تو نودز متصلين مع بعض سواء بسلك أو من غير سلك. جميل. وبيتبادلوا مع بعض مسج. طيب، أنا عايزين نعمل هنا الشبكة دي أو الكونسبت ده نحققه نبنيه كده مع بعض سوا في السيسكو باكيت تريسر. طيب، أنا دلوقتي عايز أجيب جهاز، فأنا هاروح على هتلاقي هنا كاتب لي نتورك ديفايسز. لأ، أنا عايز end devices واختار أول كمبيوتر. حلو. وممكن إن إحنا نجيب كمبيوتر تاني أهو. جميل. أنا عايز بقى أوصّل الجهازين دول ببعض، فباروح على end connections. وبعد كده بما إن الجهازين دول شبه بعض، فباروح على cross over. جميل. بما إن أنا باشتغل على النت يعني أو اللي أنا باستخدمه، السوكت اللي أنا باستخدمه في الشبكات عندي هنا، أنا باشتغل على fast ethernet. جميل. طيب، وهنا الناحية التانية fast ethernet. طيب، بما إن دلوقتي دي شبكة، أنا حققت الشبكة. طيب، أنا النوع الmessages اللي إحنا بنستخدمه هنا ping، اللي هنبتدي نستخدمه اللي هو ping comment العادي خالص. طيب، يعني إيه ping؟ أو اديني مثال على الping. لا والله الping ببساطة خالص هو comment أقدر إن أنا أستخدمه عشان أشوف السيرفر أي سيرفر أو أدّي له IP بتاع أي سيرفر أنا عارفه. حلو. أشوف هل الIP ده أهو alive والّا لأ، أنا قادر أوصل له والّا لأ، وهو بيresponse يعني بيبعت لي response back والّا لأ. طب جميل. طب ما تيجي نجرّب نعمله عندنا. طيب، اللي ممكن إن أنت تبِنج google.com، هتلاقي أنا عارف والله إن أنا بِنج جوجل، فأنا عندي بِنج بعت لي بعت بِنج message للIP ده أهو. حلو. رَد عليها ب4 مرات، 4 replies. جميل. طب حلو أوي، وما فيش zero lost بعتوا 4 واستقبل 4. طب حلو. طب أنا عشان أستخدم الping command دهول، أنا استخدمت حاجتين. أنا كتبت الdomain name الDNS، وده هنعرفه في الفيديوهات قدّام. وهنعمل عليه تجربة في الtask الأولانية. واستخدمت الIP. طب يعني تاني، يعني أنا عايز نقولها بطريقة تانية، إن أنا والله إن الجهاز الأولاني ده أهو عشان يبعت رسالة للجهاز التاني، فمحتاج يعرف address، والaddresses عندي نوعين هو الIP والMAC. الping command ده أهو بيستخدم الIP. طب جميل خالص. طب ما تيجي ندوس كده ندوس على الجهاز الأولاني ونحط له IP. فباروح على desktop كده IP configuration، كده أكتب في الstatic هنا أكتب 192.168.1.2. حلو. ونعمل كده كوبي عشان نسرّع الناحية التانية. وما ممكن نبقى نكتب هنا كده اسم الجهاز نبدّله بالIP عشان نسهّل الدنيا على نفسنا. نضغط كده نكتب desktop IP configuration، بعد كده نكتب .3. تمام. بعد كده نيجي نكتب هنا أهو .3. طيب، أنا عايز بقى أعمل ping command ده، أبعت message. فباعملها بطريقتين. أول طريقة باضغط على الجهاز الأولاني، أفتح الcommand prompt، وبعد كده أعمل ping 192.168.1.3. أضغط enter، فبيبعت لي البونج بتاعي باللي هو الإيه، زي ما قلنا في الsection في الكلية الإيه، أو أول 4 إيه replies. طيب جميل خالص. وقال لي إن أنا بعتّ 4 وreceived 4 والzero lost. طب أنا عايز أبعت أكتر من كده، عايز أبعت ما لا نهاية مثلًا لسببٍ ما. فقادر أعمل ping كده /t 192.168.1.3، ويفضل يبعت ping comments. جميل. طب هل لازم إن أنا لمّا آجي أكتب comment في الcommand prompt إن أنا أكتب كل مرّة الcomment زي ما هو؟ حلو. لأ، أنت ممكن تضغط على السهم اللي فوق فيجيب لك كل الcomments اللي أنت كتبتها. طب جميل خالص. طب أنا عايز يعني آخد الشبكة الصغيّرة بتاعتي دي وأكبّرها، عايز أعمل شبكة أكبر، عايز أعملها بأكتر من جهاز. تمام. فأول network device إحنا اتعرّفنا عليه هو الhub. نضغط على network devices هنا كده، ونروح على hubs، بعد كده نختار الhub. تمام. عايزين بقى نعمل شبكة مش أكتر من جهاز ونوصّلهم مع بعض، فهنختار هنشتغل نبنيها بstar topology هنا. حلو. نعمل كده أهو، كده أهو. جميل. ونبني الشبكة. طب في نقطة، دلوقتي دول جهازين عكس بعض. جميل. فهنروح straight through، هنضغط هنا أهو fast ethernet
وهنا واول سوكت عندي. طب في اوبشن ظريف خالص عشان نسرع العمليه دي كمان في السيسكو باكيت تريسر. مش لازم كل مره ان انا ايه اختار البورت هنا واختار البورت هنا وايه واختار التايب بتاع الكابل. ممكن اختار على طول على اوتوماتيك واروح هنا وايه واوصله هنا واوتوماتيك هنا هنا كده اوتوماتيك هنا هنا تمام. طيب ايه اللي المفروض نعمله؟ والله ببساطه خالص زي ما عملنا هنا في الاساين لكل اي بي، هنا هنعمل اساين برضو لكل اي بي هنا في الشبكه بتاعتي دي اللي هي ده. تمام. طيب كده عملنا اساين لكل ايه اي بي. طب جميل خالص. طيب عايزين بقى ان احنا بقى نبعت مسج. فنيجي نشوف مسج هنا وصلت تمام، مفيش فيها مشكله. طب في نقطة مهمة. إيه ICMP دي؟ ICMP دي هي الفكرة منها إن أنا ما أنا مش استخدمت الكوميونيكيشن بروتوكول اللي هو بينج. استخدمت الكوماند اللي هو بينج. فالكوميونيكيشن بروتوكول اللي البينج كوماند بيستخدمه هو اسمه ICMP. تمام. طيب ودي برضو الطريقة التانية ممكن اللي احنا بنقدر نبعت بيها الايه المسج. تمام. طب انا عايز افهم او اشوف. انا عارف حاجه عن الهب. انا عارف ايه؟ انا عارف ان الهب ده اهو جهاز مش سمارت. حلو. طب ليه؟ لان لما الجهاز ده لما بيجي يبعت رساله بيبعتها للاجهزه الباقيه كلها. طب عايزين نتست حاجه زي كده لانها هي حصلت بسرعه قوي. فبدل من الريال تايم نعمل سيميليشن هنا كده. عايزين نفاست فورورد اي حاجه او عايز يعملها. نرجع للريال تايم نضغط هنا. نضغط هنا اهو كده اهو. وعايزين نعمل الكوماند برومبت. هنا ان بروجرس هو بيعمل الاتنين دول. فنشيل دي كده. وان انا عايز الجهاز الاولاني اللي هو 4 ده اهو يكلم الجهاز 6. فتيجي ما تيجي نشغل السيميليشن الاقي ان الجهاز الاولاني بيكلم الجهاز التاني اهو عايز يكلم الجهاز التاني فبيبعت للهب. الهب بعد كده بيبعت لكل الاجهزه اللي عنده في الشبكه. الاجهزه بترفض طبعا الرساله دي مش تبعي. والجهاز اللي تبعه بس هي اللي بي ايه اللي بيرسبونس. وبعد كده يرسبونس عنده بالايه بالباكت. الهب برضه بيبعت للباقي كله. وبعد كده بيبعت للجهاز اللي المفروض يستقبل المسج دي. طب كده عندنا مشكله. ايه؟ ان لو في عندي اتاكر عندي في الشبكه دي هو والله مش هيرفض الرساله دي. لا هو هيقول لك وريني ايه المحتوى او ايه المحتوى الكونتنت بتاع الرساله دي. وده بيعمل لي مشكله في السكيورتي عندي في الشبكه. طيب الجهاز اللي بعد كده اللي المفروض بيحل لي المشكله دي وهو جهاز اذكى شويه وهو السويتش. تمام. فهنجيب السويتش ازاي؟ فبروح على نتورك ديفايسز. جميل. وبعد كده سويتشز. وبعد كده بختار السويتش اللي احنا بنشتغل عليه ده اهو. جميل. وبعد كده اند ديفايسز على بي سي. جميل. بي سي التاني. وبعد كده ممكن نبقى نحط لابتوب بقى المره دي. ونحط لابتوب كمان هنا. ظبطهم كده شويه قصاد بعض. حلو. برضه هنعمل نفس النقطة بس المرة دي بقى نعمل بأوتوماتيك مرة واحدة. نعمل كده اهو. تمام. بعد كده هنبتدي بقى نفس اللي ما احنا عملنا الاساين للاي بيهات هنا نعمل اساين برضه للاي بيهات الناحية التانية. تمام. طيب دلوقتي انا عايز ان نشوف بقى ازاي السويتش ده بيشتغل. ايه الزيادة في السويتش بيحل لي المشكلة اللي انا كنت بقابلها عندي في الهب. طيب هنروح على سيميليشن هنا ونضغط على الجهاز الاولاني. والله انا عايز الجهاز الاولاني يكلم الجهاز اللي هو بتاع اللابتوب ده اهو. فهنبعت بينج كوماند وهنقول 192.168.10. جميل. وندوس انتر. فظهر لي عندي رسالة هنا اهو. طب خلينا نبص. هلاقي ان هو هنا بيبعت الماك بيبعت الرساله اللي موجوده هنا في اللاير 2. بيبعت لماك ادرس غريب اف 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 اف. ومفروض انها جايه من ارب باكيت. يعني ايه ارب؟ ارب الفكره منه انه هو رايح يدور كوميونيكيشن بروتوكول بيساعدني انه راح يدور هو مين الجهاز اللي عنده الاي بي ده. الماك ادرس بتاعه ايه. جميل. فتيجي نشوف كده هنلاقي المسج هنا بتتبعت للسويتش. السويتش بيبعت لكله. حلو. مين اللي عنده الماك ادرس اللي اسوسييتد بالاي بي ده اهو. فاللي عنده الماك ادرس اسوسييتد بالاي بي ده اهو بيرسبوند. جميل. طيب بعد ما بيرسبوند بيبعت رساله للايه للجهاز التاني. طيب اللي هو اللي المفروض صاحب الماك ادرس ده. وبعد كده يبعت له
البينج مسج اللي المفروض اللي انا عايزها اساسا في الاول، فبتروح بس للجهاز اللي المفروض ان هي توصل له، وبعد كده الجهاز التاني يقوم جاي ريسبونس باك اللي يبعت للسويتش، والسويتش يقوم جاي باعت الديفايس، وبعد كده هتلاقي انها ايه، ظهرت عندي هنا اهو. تمام. ده الفرق ما بين، وكده انا فهمنا ان الفرق ما بين السويتش والهب. طيب في نقطه، هو السويتش ده هو انا فهمته ان السويتش ده بيحفظ او تقريبا بيخزن كل جهاز من دول متوصل عندي على بورت كام، والماك ادرس بتاعه ايه. طيب انا عايز اشوف ده برضه، يعني انا مش مصدقك صراحه وعايز اشوف ده برضه. فنقدر نشوف ده ان احنا لو ضغطنا كليك هنا كده ورحنا على السي ال اي الكوماند برومبت بتاعه الكوماند لاين بتاعه الانتر السويتش ده اهو، ونيجي هنا وندوس انتر، فبيفتح لي اول مود عندي في السويتش وهو الاي اكس اي سي مود. جميل. لو عشان اروح بقى للبريفليجز واشوف بقى الداتا اللي جوه الوضع اللي بعد كده، اللي انا بشوف اللي هو البريفليج اي اكس اي سي مود، او بنقول عليه على طول بريفليجد مود، فبكتب انيبل هنا، وبعد كده بقى بكتب الكوماند ده. جميل. اللي هو شو جميل ماك ادرس تيبل، بيفتح لي هنا بيقول لي والله انا عارف انا عارف عندي هنا كده ان في واصل عندي اول جهاز، ثانية نعمل كده، ان في عندي جهازين، انا عارف عنوان جهازين، كل جهاز منهم انا عارف ان اول ماك ادرس واصل عندي باول بورت على السويتش، والجهاز التاني واصل بتالت بورت على السويتش. تمام. طيب لو انا عايز، طب افرض انا عايز اكلير القصه دي، فبكلير ال الكونتنت بتاعي بالطريقه دي، بكلير، وبعد كده ادرسز تيبل دايناميك، روح نعمل الاقي ايه، ان انا قدرت اعمل كلير للتيبل بتاعي ده. طيب هو التيبل ده هو ليه اسم؟ التيبل ده ليه اسم، بنسميه عندنا كام، وهي اختصار لكونتنت ادريسبل ميموري، وهو ده زي الحته في الميموري او التيبل اللي بيبقى السويتش مخزنه عندي، مخزنه جواه بيبقى حاطط فيه الماك ادرس. جميل. والتايب بتاعها والبورت. اللي يهمني دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها هو يعني اللي هو بس نركز عليه الماك ادرس. جميل. والبورت اللي انا اللي اسوسييتد بالماك ادرس ده. جميل. بس كده. اتمنى ان يكون الجزئيه دي بسيطه وسهله.